اليوم غادي نجرب معكم بسطيله ديال الحوت. ضروري ما تجربوها لان كتجي واحد البنه يا سلام. بالنسبه للشرموله غنجيب واحد الربيطه ديال القزبر ومعدنوس مخلطين قطعتهم رقاق، واحد الفص ديال الثوم، راس ديال الثومه محكوك كيف ما شفتوا معايا، ونص حامضه مصيره مقطعه رقيق، شويه ديال العسل ديال الحامض، كنضيف 2 معالق ديال السكنجبير، 2 معالق ديال الابزار، شويه ديال الكمون، ما تكثروش الكمون بزاف، واحد 4 المعالق صغارين ديال التحميره. العطريه كتبقى على حسب الذوق ديالكم نتوما، كثروا زيدوا، يعني كاين الناس اللي كتعجبهم العطريه، كاين الناس اللي ما كتعجبهمش بزاف. ضفت شويه ديال الملحه، شويه ديال الهريسه، شويه ديال الصويا صوص، وهنايا ضفت ماء السمك اللي كيبقى على حسب الذوق ديالكم. الا كان عندكم صفر فزيدوا، فكيزيد واحد البنه. ضفت شويه ديال السودانيه حاره، واحد شويه ديال الزعفران الشعره اللي فسقته في الماء كيف ما شفتوا، وكنتركها جانبا. كنجيب واحد المقله اللي كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الزبده، الكروفيت ديالي، الملحه والابزار، واحد شويه ديال الثوم، وشويه ديال القزبر والمعدنوس. صافي كنخليهم تقريبا غير واحد دقيقه هكاك، 2 دقائق كيتبدل اللون ديالهم. كنحيدو في نفس المقله. كنجيب الزبده، الزيت، كنضيف الكالامار ديالي اللي قطعته، شويه ديال الثومه، شويه ديال القزبر ومعدنوس، والابزار والملحه. ديك الماء اللي قطرته من الكروفيت كنضيفو للكالامار كيف ما شفتوا. كنخليها تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق. كنحيدهم في نفس المقله. كندير الزبيده والزيت، شويه ديال الهبره ديال الحوت، ملحه، الابزار، شويه ديال الثومه، يعني نفس العطريه درتها لهذا الحوت كامل. يعني كيف ما كتشوفوا كندير الزبده والزيت، وكنكمل بنفس الطريقه. جبت هذا الحوت هذاك حتى هو درت له شويه ديال الثومه، شويه ديال القزبر والمعدنوس، الابزار، مليحه. خليته ما كاملاش دقيقه، يعني دغيا كيدخل فيه ديك الطياب هكايا. صافي كنقلبو وكنحيدو. في نفس المقله كندير الزبده والزيت، الفطر الطري اولا المعلب اللي عندكم متوفر، ملحه ولا الزر، شويه ديال المعدنوس، كنخليهم يصبحوا بهذا اللون هذا. في نفس المقله كنوضع الفطر الاسود اللي رطبته في ماء مغلي قبل وخليته يرطب مزيان، كنقطعو رقيق، وكنضيف له ملحه ولا الزر، شويه ديال المعدنوس، من بعد كنحيدو. في نفس المقله الزيت والزبده، كنضيف 2 حبات ديال البصل مقطعين رقاقين كيف ما شفتوا، ملحه ولا بزار، ورقه سيدنا موسى. كنخليهم حتى كيدبالوا يصبحوا بهذا الشكل. من بعد كندوزو نطيبو ديك الشرموله ديالنا، كنديروا ليها شويه ديال زيت الزيتون، داك الماء اللي قطرته من ديك الكروفيت والكالامار كنخليوها حتى كطيب مزيان باش كنديروها في الحشوه ديالنا. الحشوه ديالنا وجدات كامله كيف ما شفتوا، حتى الشعريه الثانيه في الزكسار طبتها في الماء سخون، قطرتها مزيان. كنضيف ليها الشرموله، كنزيد واحد شويه ديال الصويا صوص على حسب الذوق ديالكم. كنخلط كلشي مزيان، كنزيد شويه ديال المعدنوس والقزبر هكايا خضر، وصافي كنبدا نمونطي. كنجيب اللاطه اللي غادي ندير فيها البسطيله ديالي، كندهنها بالزبده، كنفرش كيف ما شفتوا معايا. راه كلكم عارفين كيفاش يعني تعمروا البسطيله ديالكم. صافي من بعد ما عمرت البسطيله ديالي كيف ما شفتوا، كنحاول نمطها مزيان، وكنشكلوا البسطيل ديالنا بهذا الشكل هذا. قطعت الورقه شرائط طوليه، طويتهم كيف ما شفتوا، وستفتهم بهذه الطريقه هذه. لصقتهم بالبيض ديال البيض، ودهنت الورقه ديالي مزيان بالزبده. كندخلها الفران يكون هكا على المهل 150 160 درجه، باش كطيب لنا البسطيله ديالنا حتى من الداخل، وكتجي مقرمشه. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه، ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. مع السلامه.